استخدام العطور بتخلي حالتك النفسية حلوة بشكل كبير جدا، وأيضا بيساعدك على التركيز. طب أنا كيف أقدر أعمل عطر مع نفسي في البيت؟ هذه زجاجة مثلا، زجاجة عطر فاضية، زجاجة عطر فاضية. أنا هستخدم مثلا، أحط عطر، هستخدم عطر. هذه العطر مثلا، هذه عطر، وهذه عطر، عدة زيوت، وأنا حابب أسوي هذه الزيوت مع نفسي. كيف راح أعملها؟ وهذا المثبت اللي راح تثبت العطر، وهذه الاسبرتو اللي راح احط فيها الاسبرتو. هذا اسبرتو. طيب انا كيف استخدم العطر او كيف اعمل العطر؟ هذه الزجاج فاضية، واجيب هذه الزجاجة مثلا، اكب الزيت، اقدر اكب الزيت في الزجاجة. احط طبعا الاسبرتو عشان هذا. بعدين طب شوف، يعني سهل عمل العطور، سهل مش صعب يا جماعة. عمل العطور انت تقدر ايضا تعمل يعني خلايط من عدة عطورات، تطلع مثلا عطر معين. نستخدم شوف. خلاص يكفي عشان نحط مثبت. هذا المثبت اللي يثبت لي العطر، عشان يثبت يثبت في التيشيرت، او يثبت في القميص. لو تلبس قميص او مثلا الشيء اللي انت هتلبسه، يثبت الريحه عليه. خلاص هذه هي تركيب العطور، وانت راح تحس براحه نفسيه لما انت تتعطر. مثلا تتعطر قبل نومك، تتعطر وانت طالع، راح تحس والله العظيم تحس براحه نفسيه كبيره جدا لما تتعطر حتى قبل النوم. بس هذه هي تركيب العطور، طريقه سهله جدا، ما محتاجه تعب، وانت تقدر تركب عده عطورات مع بعض وتعملها عطر بس.